لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1193 لوانا كاين تفسير قرآن بيرزبين وخزمتان ومن بس رزامة رب العالمين وهي وادار مئوي عزيز السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. والله خوش بسنا الذي جاي أو آتانك أخوي قورة باس لا نوح دكا عليه الصلاة والسلام لقال قومك وكل آت بيشوتر كاتك وفرم إيما نوح مع روانك اللي بو قومك وبياني فرمو أمن هاتي مدتان ترسينم لسر أو شركيك لسري دانا بانجيان دكا لبولاي خوي قورة سبحانه وتعالى ودا فرمي ألا تعبدوا إلا الله واتا ايما الروان ما كلبوا لي قومكي كبيان بلي ألا تعبدوا إلا الله وحده هيت ساتك ما برستن تنها الله تعالى نبي إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم واتا بيقمان أمن دا ترسم أي قومكي خوم إن لم توحدوا الله أجا توحيدي الله تعالى نكن با يكتاي الله تعالى نبرستنو أجر واز لعبادتي أصنام نينن لنتيجة دا سزاتان دا بسزايا شي زور بإيش وآزار لروج قيامت. أبي سعود وشوكاني دلين إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم تعليلية كواتا أو جملة إني أخاف عليكم عذاب يوم تعليلي واتا علية لبرتسي هاتيمة دتان ترسينم ياخذ عفوا لبرتسي هاتية علكيتية تعليلية لموجب النهي المستفاد من ألا تعبدوا كواتا كاتك لا سرتاي جملة ألا تعبدوا إلا الله هيد ذاتك نبرسن تنها الله تعالى نبي لبرتسي علكيتسيا علكي أويا كوا أجروانكن دوتاري سزايشي بيشو آزار دبنوا كواتا إني أخاف عليكم عذاب يوم تعليلية علة لبو أوي بيشوتر أجروانكن أواتوشي عذابشي بإيش آزار دبنوا وهروها فيه وصف اليوم بالأليم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم روجك روجش بآزار ليوقوع الألم فيه لو ألم إيش آزار تدا رد وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالألم كواتا نافرمي أم ليتان درسم لعذابش بإيش آزار دفرمي ليتان سم لروجش بإيش آزار كواتا بليغ تر لو كوا بس وصف عذابك كره عذابك عنده بإيش آزار روجكي هموتان لذكاتا همو روجكتان لذكاتا إيش آزار لو الله دا فقال الملأ الذين كفروا من قومه قومكي أوانك كافر بون لو الله دا تسيان بيقوت ما نراك إلا بشرا مثلنا ناد بين تنها بشرش وكو إيمة وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ونابين أوانك وشوين كوتيتون إلا كسانيشي أراذلنا وتأوانا كسانيشي لا قدر قيمته شوايا بادي الرأي أوانا كساني كان لبير كرنوو رأي لا برياردانيش هرزو برياردان وأنا كساني قدينا فكر بكنوا وما نرى لكم علينا من فضل ونابينين أنقو فضلك تنسر إيما هبي بل نظنكم كاذب بل كدبين إيوة درودة كان والعياذ بالله. ديار مناسبة آتك لقلوا بيشتوك ورازي وشربين دلي أن الله تعالى ما حكى عن النوح عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى وحده. خواهي قول باسي كر كوان نوح عليه الصلاة والسلام قومك لو سي بانك دكا بانجان دكا لو پرستني الله تعالى بتاكو تنيا
إتر حكى عنهم أنهم طغوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات، أنهم طعنوا في نبوته. كواتا أوان لولامي بانقوازكي نوح عليه الصلاة والسلام برو وحدانيت بخواهي قوله أوان تانلا بيغمبرياتي كيددا بسي جور لقمان. فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشرا مثلنا. كواتا كم زاد سدرين؟ طبعا ملأ شيء الأشراف والكبراء الكافرون من قوم نوح، وتبياو قوركان وسركردكاني كافر لقوم نوح قتيان ما نراك يا نوح إلا آدميا مثلنا، نادبين يا نوح إلا بشرة وكو إيما بني آدمي ملائكتني لويا فكيف يرسلك الله من دوننا. لبرتسي خواهي يقول أتودني لبولاي إيما لو ملائكتنا نيركوا شبهي زۆربەی زۆری کافران ئەوەی کودێ بەشەرێک وەکو ئێمە ببتە پێغەمبەر. لۆ مەلایکەت نایە لە مەنار دەڵێ مەلە واتە ئەشراف و سەرکردەکانی کافر مبادرە دەکەن، واتە زوو دەست پێشخەری دەکەن لە وەڵامدانەوە ليكون الدهماء تبعا لهم كعادتهم. کەواتە مەلە و ئەشراف و سەرکردەکانی کوفر دەست پێشخەری دەکەن لە وەڵامدان و تاوەکو خەڵکە سادە و ساکارەکەش تابعی ئەوان بن. وەکاتێک کە دەفەرمی فەقالە فائی لێرەدا بەکاری هێنایە، کەواتە ئەوان گوتیان لێرەدا فائەکە لە بۆ چییە؟ هەم لە بۆ تەرتیبە و هەم لە بۆ تعقیبە، لأنه هو الأصل في الرد السريع. كواتە ئەوان ڕەدێکی سەریع دەدەنەوە. هەر کە ئەو نوح عليه الصلاة والسلام بانجی کردن لۆ تەوحیدی خوای گەورە ئەوان فەقالە یەکسەر ئەوان لە وەڵامدا بەبێ ڕاوەستان بەبێ بیرکردنەوە هەر تعقیبن لەسەر قەولەکەی نوح عليه الصلاة والسلام زوو وەڵامیاندا بەبێ بیرکردنەوە تاوەکو خەڵکیش تابعی ئەوان بن لەو مووقف و هەڵوێستە ناڕێکەیان بەرامبەر بە پێغەمبەران. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. نابينين أواني كواشفين كوتيتونا تنها كسانيكا أراذلنا كسانشي قدر قيمة كمل لاي إيما وهروها أواني كسانيكا بادي الرأي. ديار بادي الرأي بتسان شويق دخين دريتوا قراءة وتبادئة بادئ الرأي يعني همزة لكوتاي كلمة كي هي واتبع معناه ابتداء الرأي أو طبعا أبو عمرو بصري بوشوي دخيني توا بادئ الرأي أي ابتداء الرأي. والمعنى وأنا زو رأي ددن اتبعوك ابتداء الرأي من غير أن يتدبروا ما قلت ولم يتفكروا فيه. كواتدلن أواني كواشون كوتيتونا أواني كسانك فكريان نكريتو هر زو رأيان درب ببي بيركرنوا رأيان درب الرياء خو أجر بيريان بكرد باوا اتباعي تويان نذكر أويك قراءي أو قراءة أبو عمرو بصري بو باقي أبو عمرو بصري باقي قراءة كان دي كتدلن بادي الرأي ببي همزة بادي الرأي من بدأ يبدو إذا ظهر ليرد بمعنى بادي لبدو هاتية لظهور هاتية معناه كيوي لديه لم يتبعك إلا الذين هم أراذلنا فيما يظهر لنا ولا يخفى على أحد. كواتبادي الرأي واتواني شوين كوتيتونا أوانا كسان شي بقدر قيمة وكو إيما ديان بينينو لا يهيث كسي الشاراونية. وقيل المعنى اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك بوما ناش ديك درايتوا كبادي بادي لظهور واتوانا لظاهر لقلتونا بلان باطنيا لقلتونين وإيمانيا بينيا أي إنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر واتوانا ظاهرا مسلمانتيان نشان داو لا ضلوا درونه كافرا وارهوا بوش اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يتدبروا ما قلت ولم يتفكروا فيه. كاتبوا شوش لقدرته وكماناي بادئ بداتا كوا أوانا هر ظاهرا زوبا بيبير كردنوا رأي خوان در بريو إيمانيا بتوهنا وكو كقوت من بادئ الرئيش أو هايا. أراذلنا أي سفلتنا وأخساؤنا وأواني كواشون كوتيتونا أراذلنا سافلا كسانش كمو كرتو بلو باك نزمن أوانا بادي الرأي وكوت ما أي في ظاهر الرأي والنظر كواتوانا زو رأيان دايا زو رأيان دا ببي بير كردنوا
كواتا معنات كاستوالي قال الكبراء من قوم نوح أشراف سركردكان كفر لقوم نوح قتيان ما نراك اتبعك على دينك إلا الضعفاء الذين هم سفلتنا فيما يظهر لنا ولغيرنا كواتا أوانيك واشم كوتيتون كساني كان بلو بايان نزمة لنا ومجتمعه أوانا إما هروا ديان بينين كوا كسانيك نين حسابيان لو بكري يان كسانيك كوا بير كردنوان نية هرزو ببي بير كردنواتينا اتباعي تويان كرديا إتر أو معناه واتمعناه أوي كوا أوانا كسانش كمو كرتن لنظري إيما واتبا معناه دوام ليك دريتوا أو اختيار ابن جريرة لتفسير بادي الرأي وهروها لبيواني سلف ابن عباس وعطاء مقاتل شرواي ليدنو وهندش دلين وإنما اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يفكروا فيما دعوتهم إليه ولو تفكروا لم يتبعوك بو ما ناش ليك دريتو وكوانا بيريان نكتو بادي الرأي أو أنا بيريان نكرديتو وبي بير كرنا وشوين كوتيتون أجر بيريان بكربا وشوين كوتيتون ندبون أوش اختيار ابن كثير السعدية ابن كثير دلاء بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب دلاء كاتك ووصف إيمان داران كانوا أنا بادي الرأينا يخوش تغنية كوا عيب داريان بكو زميان لبك لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال كواتا بادي الرأي كوها ليك درايتوا واتهركزو لويان بديار كوتو شوين كوتي حقا أوانا ببيوي هالوسط بكن ببيو رابسنا أوجلنا حق يعني لبرو حق كبديار كت بيوزناك أتو زياتر فكر بكي وبير بكو دبي وابي وانبي أصل وكوا لابد بديار كت حقا يكسر إيماني بيبيني أوش طبعا كبدوز شوي دريتو وبو شوي دريتو كوا بادي الرأي ببي بير كرنوا بلا يضل حق كبديار كت أصل وكوا ببي خو تاخير كردن يكسر بدواي بكوي بل لابد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي ذكاء وذكاء كواتا همو كسي كوا خاون عقل بيو فكر كرنوو بيري هبيو لدو خاويني بقري أصل واك حقلو بديار كود يكسر اتباعي أو حقي بكاو خوي نقل خينيو خوي تأخير نكاتن بنايو أوي كوا بير دكمو أصلا دلي لدواي بديار كوتني حق ولا يفكر وينزوي ها هنا إلا عيي أو غبي دل أصلا كحق بديار كوت كسيك خوي تاخير دكاو بحساب فكر دكاتوا مقر يان غبية بعقل يان عقلينية وناتوين بير بكاتوا والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاء بأمر جليل واضح وبيغمبرانش فعلا بپیامێکی هەندە واضح هاتینە هەر کەسێک ببین دەزانی ئەوە حەقە و پێویست بە خۆ تاخیرکردن ناکە وەکو لە ئەو حەدیثێکەوە بوخاری مسلم دەجێڕنەوە ئەبی سوفیان خوای لێ ڕازی بی کاتێکەوە پێش ئەوی موسڵمان بی دەچیتە وڵاتی ڕۆم و هێرەقل دەیبینی و پرسیاری لێ دەکات دەربارەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کاتێکەوە دەڵێ ئەتباعەکانی چێن أوانيش دلي لولام دا أبو سفيان دي أضعاف أو طبعا هرقل دي أضعفاء ومشرافهم أواني كواشوين كوتي أون كساني شي بابلين أشرافو كورو سركردي قومكنا يعني كساني شي فقيرو كساني شي سادو ساكارو كساني شي مظلوم لنيو خلشي دلي أوج لولام دا ضعفاؤهم بەڵکو ضعفاکانن کەسانشی بێتوانە و کەسانشی بێلانە و بێتوانانە کەسانشی ئەشراف نینەکەوە بە دوایدا دەکەون هێرەقل دەڵێ كذلك هم أتباع الرسل أوانن شوين كوتي بيغمبران أوانن كوا بدواي حق داويل نودقرين هرتسي أشراف كان أن لبر مصلحتي خوان نخو لدستيان بروا إيمان ناينا إلا قليلا منهم وما نرى لكم علينا من فضل وهروها لا درجة قصة كان برامبر بنوح عليه الصلاة والسلام ضلين وما نرى لكم علينا من فضل واتكبراء وأشراف كان لقوم نوح بنوح وبأتباع كان ضلين وما نرى أنه حصل لكم شرف ومزية علينا حين دخلتم في دينكم هذا
کەواتە ناتان بین بەڕاستی ئەنگۆ بەو دینەی کە ئێستا هاتینە شوێن بابنێن شوێن کەوتەی ئەو دین و هەڵگری ئەو دینەن بە نوح و بە ئەتباعەکانی نوح دەڵێن عەلەیهی سڵاو وسەلام بەو دینێکەوە هەڵتانگرتیە و بەو دینێک کە هاتینە ناوی نابینی ئەنگۆ فەزلێکتان لەسەر ئێمە هەبی تاوەکو مستحق بن ئێمەش ئیتیباعین گۆ بکەن ئێمەش ئیتیباعین گۆ بکەین بەل نەظنکم کاذبین بەڵکو ئێمە گومان دەبەین کە ئەنگۆ کاذبن درۆزنن لەوەی کە ئیتیباعی دەکەن ابن عاشور دەڵێ هذا الظن لزعموا مستند إلى الدليل المحسوس في اعتقادهم كواتە لێرە ئەو ظەنە بە تەسەووری خۆیان بەحساب ئەوان بە بەڵگەوە وا دەڵێن مەبەستیشان لەو ظەنە علمە وكخوي سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم لاقوا ربهم وإطلاق شائع في الكلام طبعا القرآن بيروز والأزمان عربي أو هيك وظن بمعنى علم ويقين دي كواتا أوان كذا وبل نظنكم كاذبين وعلم ويقين من واك أنجو درويد كان يتر مفسرين خلافي عن السروي كوا في تحديد المخاطب بذلك أوان بوشي خطاب لقل شيء ده كان لقل نوح ده كان عليه الصلاة والسلام يان لقل قومكي دكن أوي كوادلين تنهم بستيان نوح وكو ابن جرير رحمة خوي لبي وهندش دلين مخاطبك نوح أواني إيمانش يعني هنا لقال نوح وكو واحدي وقرطبي وابن كثير وابن عطية دلي احتمال كوات خطابك تنا لقال نوح يانا وكو ابن جرير لقال نوح إيمان داران يانا وكو أو بريزان كوتمان دلين ما بستيان نوح إيمان دارانا وقيل يجوز أن يكون هذا خطاب للأراضي لوحدهم هندش دلين أو تنها أو خطابان لقل أو إيمان داراني كأوان بتساوتش كم سريان دكن إتر بقاعش دلي أو قوليان كاتك دلين أو كشوين كوتيتو تنها كسانيشي كم كورتن دلي أو ما بلغاني ودي أصل وايا لا تعرف الحق بالرجال وكو إمام علي دفرمي لا تعرف الحق بالرجال حق مناسب ويكوات شوشين كوتيتي بلكو حق مناسب وزان بياوي حق شيء بلكو أندل لا أنت مشاكل شيء لقال كواتو بلغي لسر حق نية يتر أو ميزان سقطان هي ولا نتيجة دا أو كفر دا كانوا بو عاقبة دقن كوا وكخواي قرباس دكا كوا لدنيا ولا قيام الرسول أدبا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون